ضيفة الشرف مفاجأة والنجوم المشاركين عاملين شغل عالي جدا الكل هينبهر بيه حصريا وبس عندنا هقول لكم التفاصيل الكاملة لإعلان وي في رمضان 2024 والمفاجأة الكبيرة بخصوص النجوم المشاركين والنجمة اللي هتكون ضيفة الشرف وكمان فكرة الإعلان المميزة كل ده هتعرفوه في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي. المنافسة السنة دي شديدة ومحدش يعرف يتوقع الجمهور هيخلي ايه ينجح، لكن خلينا عارفين ان الكل اجتهد وعمل اللي عليه. الموسم السنة دي مش سهل خالص، مش بس في المسلسلات ده في الاعلانات كمان، من دلوقتي بقى عليها منافسة شديدة جدا جدا. وزي ما عودناكم نكشف تفاصيل ومفاجآت حصرية عن الاعلانات، هيكون كلامي معاكم دلوقتي عن اعلان وي اللي جابت نجوم كبار جدا على الساحة، وهنشوف اعلانه ولا في الخيال. اول النجوم اللي مشاركين هند صبري واللي ملهاش مسلسل في رمضان السنة دي، بس هنشوفها في إعلان بشكل تاني خالص. معاها النجم خالد النبوي واللي قادر يحقق المعادلة بالظهور كل سنة في موسم رمضان. وزي ما هيتحفنا السنة دي بمسلسل إمبراطورية ميم، هيتحفنا برضه بإعلان جامد جدا مش زي أي حد. كمان هنشوف الفنانين رزان جمال وأحمد مالك وعصام عمر وآية سماحة، ودول فئة الشباب واللي بسببهم قامت فكرة الإعلان. في العموم الفكرة بتتكلم عن الجيل القديم والجيل الجديد، يعني زمان كانت تكنولوجيا الاتصالات إيه ودلوقتي بقت إيه، وكلنا هنشوف الفكرة إزاي هيعملوا ليها دمج بين الجيلين. في رهان كبير على إن الإعلان ده يكون الأحلى في شهر رمضان 2024 واللي هيدق البيبان خلاص بعد ساعات قليلة جدا، والحكم في النهاية هو الجمهور. المفاجأة الكبيرة اللي بتتجهز في الكواليس هو ظهور نجمة كبيرة جدا تكون ضيفة شرف في الإعلان، والكلام بقى على مين؟ على نجاة الصغيرة. بس لحد دلوقتي مفيش تأكيدات بظهورها أو لأ، بس هي تعمل ظهور عالمي في الإعلان لو ظهرت، ولو ده حصل زي توقعات اتقالت بخصوص كده يبقى المفاجأة بتاعت الشركة دي قوية جدا. دي هتجيب جول عالمي زي ما بيقولوا، وكلها ساعات ونشوف الحكاية بتفاصيلها وكل حاجة فيها. الإعلان انتهى تصويره من فترة قصيرة جدا، والنجوم مبسوطين بالأجواء والكواليس اللي عملت حالة حلوة بين الجمهور، وفي كلام إن هو هيكون نمبر 1 بسبب الفكرة والنجوم المشاركين وضيفة الشرف. وعامة شركة وي كل سنة معودانا على إعلان حلو، فكرة وتنفيذ ومشاركة نجوم. طبعا أغلبية النجوم المشاركين مش هيظهروا في أعمال في دراما رمضان السنة دي، وعلشان كده الكل مشتاق يشوفهم بطريقة تانية، وده اللي هيحصل بعد ساعات. المنافسة كبيرة وشغل رمضان السنة دي وقوته خلقت عناصر جذب للمعلنين إنهم يشتغلوا باحترافية عالية. وزي ما بتشوف كل شركات الاتصالات بتعمل إعلانات، وكمان شركات المياه الغازية، ده غير إعلانات البنوك والمستشفيات اللي كلهم اشتغلوا وعملوا اللي عليهم. باقي بس يكون في متابعة قوية من الجمهور. قولولي في التعليقات مستنيين نجاة الصغيرة تكون هي ضيفة الشرف في إعلان وي ولا لأ؟